مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التمريناتي. معاكم محمد شاهين، وتعالوا نتكلم في موضوع النهاردة، وهو آه، موضوع حساس، وموضوع هيقلب مواجع على بعض الناس. فيلا بينا نبدأ المعمعة على طول. الفنانة سعاد محمد الله يرحمها غنت أغنية جميلة أوي زمان، كانت بتقول مين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ طبعا هو أنا مش فاكر الأغنية كانت في فيلم ولا لأ، بس لو في فيلم فأكيد هي متوظفة لأحداث الفيلم وقصته والسيناريو والحوار بتاعه. والموضوع فعلا في الحب فعلا، هي يا القلب يا العين، ما فيش حاجة تانية. يا هتحب بني آدم عشان شكله جذبك، عينك شافته فأعجبت بالموضوع، وممكن الموضوع يتحول للقلب لما تعرفه أكتر بقى، وقلبك إيه يتعلق بيه والكلام ده كله. فهي كانت بتسأل مين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ وما أعرفش والله، الأغنية خلصت عليا مش فاكر بس إحنا بقى النهاردة هنتكلم في موضوع أوسع شوية، ومش هنقول بقى مين السبب في الحب، لأ، إحنا هنقول مين السبب في القرار، القلب والّا العقل؟ هي دي المشكلة اللي بتقابل ناس كتير جدًا في اتخاذ قرارات، مش قرارات عاطفية بس، علشان بس الموضوع ما يبقاش محصور في العلاقات العاطفية والجواز والطلاق والحب والكره والكلام ده كله، لأ، في أنواع كتير من العلاقات بتحتاج إن أنت تاخد قرار معين. في أنواع كتير من الأشغال، الشغل، في أنواع كتير من الصراعات، في حاجات كتير جدًا بتوصّلك لمرحلة إن أنت لازم تاخد قرار، وأنت قاعد بتفكّر في القرار دوّة. آآ ممكن العاطفة تتدخّل شوية، اللي إحنا بنقول عليها القلب وفي قرارات بتتاخد عقلانية بحتة، بتفكّر بيها كإنّك روبوت كده، كإنّك مدّي المشكلة لChatGPT. فاهم الفكرة؟ فهنتكلّم النهارده عن الموضوع ده. أنت لمّا تيجي تاخد قرار بتفكّر إزاي؟ وهل في قرارات لازم نفكّر فيها بمشاعرنا وبقلبنا بس؟ وهل في قرارات ما ينفعش تتاخد غير عقلانية بحتة، ما ينفعش العاطفة تتدخّل فيها؟ هل في قرارات mix بين الاتنين، يعني شوية كده وشوية كده، اللي هي ممكن نقول عليها إيه، روح القانون، فاهم أنت اللي هو إيه، شوية عقل على شوية مشاعر كده. تعالوا نشوف مع بعض، وطبعًا الكلام اللي هاقوله دوّة دي وجهة نظري أنا الشخصية، ب ب باشاركها معاكم، وقد تتفق معايا قد تختلف، ده ما لوش علاقة بمدى صحة أو خطأ اللي أنا باقوله تمام، لإن أنا شايفه صح، مقتنع بيه وبانفذه. أنت ممكن تشوف العكس، أو ممكن تبقى زيي، أو ممكن تبقى مقتنع بحتة وحتة لأ، براحتك خالص فإحنا هندردش شوية في الموضوع ده، ونشوف الدنيا آخرتها إيه. تعالَ نتكلم مع بعض في آلية اتخاذ القرار أصلًا. هو أنت بتاخد قرار ليه؟ لإن أنت قدامك مشكلة، قدامك موضوع، قدامك حكاية، في حاجة بتحصل أنت لازم تاخد فيها قرار. ولو عممنا الفكرة العامة دي على كل مشاكلنا، أو على كل مواضيعنا، أو على كل حكاياتنا، هتلاقي فعلًا إنك لازم تاخد قرار. من أول ما أنت نايم في السرير وشارب مَيّة كتير، وعايز تقوم لا مؤاخذة تخش الحمام، وعينك كده وعقلك وأنت نايم، على فكرة ده بيحصل وأنت نايم بتفكر، هو أنا هاقدر أمسك نفسي ومش هاتألم ومش هاتوجع، وأكمل نوم عشان النوم ما يطيرش من عيني، والّا أقوم وخلاص؟ بذمتك ودينك يا شيخ، أنت ما اتحطيتش في الموقف ده؟ ما نضحكش على بعض، اتحطينا فيه وخصوصًا في الشتا، صح؟ ما تضحكش عليَّ، ما تضحكش عليَّ، أنا عارف أنا باقول إيه. أهو ده قرار. أنت بقى بتفكر فيها إزاي؟ لو فكرنا فيها عقلانيًا فقط، قوم في الزياض، يا عم هابس الموضوع ده غلط، قدّام شوية على البروستاتا وليلة سودا، لأ قوم، قوم يا حبيبي قوم، لو ما نمتش النهارده تنام بكرة، مش مهم، بس ما تحبسش.
في واحد تاني يفكر بقى بالعاطفة، اللي هو نظام ايه، والله حرام يا جماعة ده انا هصحى الصبح بدري ومشاوير الصبح ومواصلات وبتاع وليلة، لا 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 نام يا ابني نام، نام وارتاح. ده عاطفة. انت مين فيهم بقى؟ تختلف من فرد للتاني. في واحد هيغلب العاطفة، في واحد هيغلب العقل. هل ده بيتم على طول الخط؟ لا. ما انت ممكن ده يحصل في يوم اجازة، اللي هو قوم وخش الحمام، ويا عم لو النوم راح ميانك مش مهم، امسك الموبايل ساعتين، امسك اقعد على الكمبيوتر ساعتين بتاع، لما النوم يجيلك تاني هتخش تنام تاني براحتك، ما انت اجازة. ساعتها ممكن الكفة تطب ناحية العقل بقى، ما انا هفكر فيها عقلانية، انا اجازة. تمام. فمن الاخر كده، من وجهة نظري الشخصية، في الحاجات الشخصية، الحاجات الخاصة بيك انت لوحدك، كل شخص هيختلف. وطبعا احنا عندنا اتجاهين ملهمش تالت، يا هتفكر بمشاعرك يا هتفكر بعقلك. فالناتج النهائي حاجة من اتنين، يا هتقوم تخش الحمام يا مش هتقوم، خلاص انتهينا. بس هتختلف من شخص للتاني، كل واحد هيفكر فيها زي ما قلنا بظروفه. انا اجازة النهاردة مش اجازة، بكرة رايح الشغل متأخر مش عارف ايه بتاع. فالقرار نفسه، آلية اتخاذ القرار الشخصي بتختلف من شخص للتاني. هاكل ايه النهارده؟ نفسي جايباني على كذا ولا مش جايباني على كذا؟ هتفكر بالعاطفة، نفسي في كذا وعايز اروق على نفسي وبتاع والكلام ده. هتفكر فيها عقلانيا، والله انا معايا فلوس قد كده وممكن اتزنق في مش عارف ايه وبتاع، فانا هاكل حاجة ما تزيدش عن 150 جنيه مثلا يعني. فانت ممكن تاكل حاجة نفسك مش جايباك عليها قوي، بس عشان هي قد البادجت او يعني في حدود البادجت بتاعتك. فاهم حاجة؟ فعشان اصلا حضرتك تاخد القرار، انت هتفكر بقلبك ولا هتفكر بعقلك، ده مرتبط بحاجات كتير جدا حواليك ومعاك وفيك. معايا لغايه دلوقتي؟ اظن الامثله سهله، صح؟ تعال نصعبها بقى شويه. لما تكون القرارات دي بقى مش بتاعتك، قرارات تخص حد تاني، او بمعنى ادق تخصك انت مع حد تاني، في حد تاني في الموضوع معاك، مش موضوع بتاع حد تاني وجاي يستشيرك فيه. دي حاجه تالته هنتكلم فيها كمان شويه. بس انا دلوقتي بتكلم في انك القرار ده مش بتاعك لوحدك. يعني بدل انا هاكل ايه، انا هاكل ايه النهارده، لا، احنا هناكل ايه. اه لا تعالى بقى، في عامل اخر دخل في الموضوع. مين الطرف التاني ده؟ بنت انت مرتبط بيها وعايز تجيب لها القمر تحت رجليها. باش انت لو هتشحت هتجيب لها اللي هي عايزاه، مش هتفكر بعقلك خالص، انسى. عقلك ده ملغي، رايح. الطرف التاني ده مين؟ خطيبتك. ممكن نتكلم مع بعض، هي عارفه ان انت بتشطب الشقه ومفحوط وحالتك بالبلة، فممكن تقول لك ايه، بص انا مش جعان قوي، ممكن سندوتشين كده على المشي وخلاص، مش عارف ايه وبتاع. هتلاقيها ايه، لو هي بنت حلال يعني كده وطيبه، هتلاقيها بتمشي امورها معاك. ساعتها في ايه؟ شويه عقل وشويه قلب. تمام. لو اللي قدامك دي بقى مراتك، شريكة حياتك، عارفه اللي داخل واللي خارج، وعارفه ان احنا مزنوقين الشهر ده عشان جبنا مش عارف ايه، وعارفه ان الشهر اللي فات كان في زنقه مدارس ومش عارف ايه وبتاع، لا لا بص انا هشوف اللي في التلاجة كده ونعمل اكله سريعه كده، بلا نجيب اكل من بره بلا بتاع. عقل بحت. انت بس مش بس الشخص التاني مين، لا ده شخص تاني مين، وعلاقتك معاه ايه، ومدى قوة العلاقة وحاجات كتير. بس في الاول وفي الاخر انت قرارك مش هيطلع من حاجة من الاتنين، يا حاجة انت مفكر فيها بالقلب، يا حاجة مفكر فيها بالعقل. تعال نكبر الموضوع اكتر بقى، ونشوف المواضيع الكبيرة بقى. انسى بقى موضوع دخول الحمام وهناكل ايه النهارده والكلام اليومي العادي ده، اللي ما بيطلعش منه مشاكل من الاخر. ده لو انتوا الناس دماغكم صغيره ده موضوع تاني. انت كده بره الموضوع، انا بتكلم مع البشر العاديين يعني. لو حضرتك آم،
القرار اللي انت المفروض تاخده ده قرار مصيري بقى، قرار سفر، قرار هجرة، قرار جواز، قرار بيع حاجة تخصك، قرار شراء حاجة. تمام. قرارات قد تؤدي إلى مصيبة لو القرار اتاخد غلط، يعني نتيجة القرار تبقى غلط تبقى مصيبة. لو جيت اشتريت حاجة وطلعت بايظة ودفعت فيها تحويشة عمرك، لو رحت شغل كده او سافرت عشان تشوف تجرب حالك ودفعت اللي وراك واللي قدامك ورحت ما لقيتش حاجة، ترجع زي ما بيقولوا كده بخفاية حنين، ما رجعت يا مولاي كما خلقتني، وهكذا. القرارات دي بقى مين الأحسن فيها؟ أو بمعنى دق، أنهي طريقة اتخاذ قرار هتكون أحسن فيها؟ صدقني أنا أعرف وأنت هقول لك. أنا آسف إن أنا بصدمك يعني، لأن في الأول وفي الآخر القرار وتبعاته ونتائجه بتاعتك. الحتة اللي احنا بنقولها بتاعت أنت مالي إيدك من الموضوع ده، الحتة دي أو الجملة دي معناها مدى ثقتك في إن الموضوع هيمشي زي ما أنت متخيل. في حاجات فعلا بدون الدخول في تفاصيل دينية، اللي هي في حاجات بتاعت سيبها على الله. ما اعرفش، يعني ما اقدرش اقول لك اذا كنت انا هقدر اتنبأ باللي هيحصل. يعني فرق شاسع لما حضرتك تبيع اللي وراك واللي قدامك وتجيب فيزا لدبي سياحة 3 شهور، وتروح تقعد عند واحد صاحبك انت مظبط معاه وتروح تلف كل يوم ترمي السي في في حتة. ده موضوع. وموضوع تاني انك تكون عامل انترفيو من القاهرة، مبعوت لك تأشيرة، مبعوت لك تذكرة سفر، عارف انت رايح على الشركة الفلانية في البوزيشن الفلاني ومتفق على مرتب ومتفق على بدل سكن وي 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 وي. اكيد نسبة النجاح او نسبة مالي ايدك من الموضوع في السيناريو التاني اكبر بكتير من السيناريو الاول. بس مين عارف، ما يمكن الشخص التاني دوت يروح الشغل ما يعجبش بيئة العمل، لان في حاجة غلط بتحصل، لان في اللي اتقال له مش هو اللي متفق عليه او كده. والشخص الاول اللي رايح سايبها على الله ورايح يدور دوت من اول او تاني اسبوع ربنا يكرمه بشغلانه احسن من بتاعه الشخص اللي مبعوت له فيزا وتذكره سفر وبدل سكن. ففي عامل بعد اتخاذ القرار لازم نحطه فوق الاتنين بقى، فوق انا فكرت بقلبي ولا بعقلي، توفيق ربنا. يعني الجمله اللي بنقولها دايما لبعضنا كده في المجتمع المصري بتاعت اسعى يا عبد ونسعى معاك. تمام. بيت الشعر بيقول له علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح. انت هتحاسب على السعي، الاند بوينت بقى النجاح بتاع الموضوع، ال الناتج النهائي مش بتاعك. في طالب يبقى شاطر جدا جدا من اول اولى ابتدائي، من اول حضانه لغايه تانية ثانوي، بسم الله ما شاء الله عليه، يعرف ينظم وقته، بيعرف يذاكر، درجاته كلها كويسه، مدرسين فرحانين بيه وبتاع والكلام ده كله. يجي في ثالثه ثانوي اللي هي يعني قمه الهرم التعليمي اللي هيحدد مصيره في السنين اللي جايه لغايه بقيه عمره. تمام. تحصل عنده حالات وفاه لحد قريب منه، هو رايح الامتحان يتخبط بحاجه، يقع من على السلم، رجله تتكسر، اي حاجه، ما يخشش الامتحان اصلا، يخش وهو مش في المود نتيجه حاجه حصلت، ما يركزش، ما يجاوبش كويس، ما يجيبش الدرجه المتوقعه منه، وهكذا. توفيق ربنا، خطه ربنا ليك. فانت هتفكر بالقلب، هتفكر بالعقل، انت بتحاول تسعى انك توصل لقرار في احسن حاجه بالنسبه لك، في احسن حاجه بالنسبه للموقف اللي انت فيه، في احسن حاجه تفكيرك هداك ليها ان ده الوضع الامثل. لو ده الوضع الامثل وربنا فعلا رايده ليك، هيتسهل وهيحصل، وبعد ما يحصل الحمد لله، خير وبركه. بس والله يعلم وانتم لا تعلمون. ممكن ربنا يكون عارف ان اللي انت بتسعى له ده، اللي انت عايزه، اللي انت بتفكر فيه، ما يكونش فيه خير ليك، ما يسهلهولكش، ما يحصلش. في الحاله دي ثق تماما ان اللي مش خير ليك ربنا هيبعده عنك، حتى لو انت مش شايف كده. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا
وهو شر لكم. ما فيهاش. فأنت فعلا عليك السعي، بس ليس عليك إدراك النجاح. النجاح اللي في بالك، النجاح اللي أنت عايزه، مش بتاعتك. سيبها على الله. فكر طبعا قبل ما تاخد أي قرار. لازم تفكر. فكرت بقلبك فكر، فكرت بعقلك فكر، فكرت بميكس بين الاتنين، خير وبركة. بس لو النتيجة النهائية جت في غير اللي انت فكرت فيه، ما تتضايقش. انت مش عارف الخير فين. وفعلا ما حدش عارف الخير فين. الجملة دي عبقرية. ما حدش عارف الخير فين. ولا ايه؟ اظن كنا مرينا بمراحل وبتجارب اثبتت لنا مرة ورا التانية ولا التالتة ولا العشرة ان الكلام ده صح. فيا ريت ما نقاوحش. قلب ولا عقل؟ ربنا فوق كل شيء. حلقة خلصت على كده. أتمنى يكون المغزى منها واصل، وأتمنى يكون عجبتكم، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.